السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معاكم في يوم جديد وفيديو جديد، وهقول لكم كده يا صباح المدارس. طبعا النهارده اول يوم في الدراسه، او اول يوم مدارس وبدايه بقى عام دراسي جديد. ربنا كده يجعله عام كده تيسير وتوفيق لاولادنا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. فالنهارده بقى اشارك معاكم روتين اول يوم مدرسه. وطبعا بقى الدراسه السنه دي بادئه كده بشيء مختلف شويه، اللي هو يعني الصفوف الاولى من كل المراحل هي اللي هتروح اول يوم، من اول بقى كده اللي هو ايه المرحله الابتدائيه لحد الكليه. فالمهم يعني من اولى ابتدائي لاولى كليه كمان فهيروحوا اول يوم. فاحنا السنه دي عندنا بقى شيء مختلف شويه، اللي هو ايه، هيبقى عندنا يومين بدايه السنه يعني، او اول يوم مدارس هيبقى بالنسبه لنا اول يوم، وكلاكيت تاني يوم برضه. فالمهم طبعا ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب العالمين، ويجعله كده يجعلها سنة سعيدة وسنة خير كده على اولادنا، وربنا كده يعديها كده بالستر ومن عنده وبفضله كده وكرمه علينا، وربنا كده ايه يعديها بكل تسهيل وبكل تيسير لاولادنا جميعا. قولوا اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. قولوا برضو امين يا رب العالمين في التعليقات. وتعالوا بقى بينا على طول ابدا معاكم كده روتين اول يوم مدرسة لمحمد. فانا طبعا كالعاده قايمه من بدري جدا جدا، عشان خاطر يعني ايه حضرت له كده الهدوم بتاعته، وكمان هحضر له بقى اللانش بوكس بتاعه. اللهم صل على النبي. عندنا اللي هو المدرسه اللي بيروح فيها الزي بتاعها البنطلون كحلي والتيشيرت كده لبني. وطبعًا بيبقى في بقى مدارس تانية اللي هو مثلًا الزي بتاعها كحلي كحلي في أخضر، وفي كمان أسود في نبيتي اللي هو البنطلون أسود والتيشيرت نبيتي. فهي بتختلف يعني، إحنا عندنا هنا مدرسة ابتدائي بتلبس بني، وعندنا مدرسة مثلًا ابتدائي بتلبس كحلي في لبني، في مدرسة تانية بتلبس اللي هو رصاصي في بامبي، فهي بتختلف يعني. فإحنا طبعًا الزي بتاع محمد اللي هو كحلي في لبني، فضبطت له كده هدومه وطلعت له بقى الشنطة بتاعته ودخلت هنا على المطبخ على طول احضر بقى الفطار، وكمان حضرت له اللانش بوكس بتاعه. زي ما انتم شايفين انا حاسه ان اللانش بوكس السنه دي اجا صغير قوي، فما فيش مشكله، يلا يا دوب يعني ايه على قد محمد. وكمان ما حبيتش اللي هو ايه اتقل عليه، لان هو ما شاء الله عليه الا كده. حاجة كده صغيرة، والله العظيم أنا كنت عايزة أقعّده السنة دي، صعبان عليّا بجد، ضعيف جدًا، جدًا. فالمهم بقى جِبت الlunch box زي ما أنتم شايفين، وحطيت له فيها كده كام واحدة بيتزاية يعني، وكمان باحب أكتّر شوية عشان لو حد جنبه، طبعًا هُم أطفال ممكن مثلًا إيه، حد قاعد جنبه يبقى يعني يبقى مثلًا عاوز وكده. فأنا باعمل برضه إيه، اللي هو كام واحدة زيادة كده معاه في الأمان، عشان خاطر لو حد جنبه محتاج والّا حاجة. فأنا دايمًا باقول له: "يا حبيبي لو حد محتاج حاجة فاعطيها له." يعني فدايمًا باكون عاملة لأولادي حاجة زيادة كده إيه في الlunch box بتاعهم يعني. وكمان عايزة أقول لكم لمّا تيجوا تعملوا لأولادكم الساندوتشات أو بتحضّروا لهم الlunch box بتاعهم، اعملوا الحاجات اللي هم يعني اعملوا من الحاجات اللي هم بيحبوها واللي هم بياكلوها، غير كده قسمًا بالله الحاجة هترجع لِك تاني. يعني ما تعمليلهمش الساندوتشات بتاعتهم على مزاجِك أنتِ، اعمليها على مزاجهم هم، وتكون برضه في نفس الوقت حاجة تكون مغذية. فزي ما أنتم شايفين بكده يكون حضّرت بقى الlunch box بتاع محمد، حطيت له كده كام واحدة ميني بيتزا، وكمان هنا حضّرت الفطار. عملت لمحمد كده كوباية لبن أو حليب يعني، وعملت لي أنا وجوزي كل واحد كده كوباية شاي. وحضّرت كمان على الفطار القرص الفلاحي الطرية دي جميلة جدًا يا بنات، باعشقها بجد على الفطار، بتكون خفيفة كده وحلوة. وكمان حطيت كده حتة جبنة قديمة، باحب الجبنة القديمة جدًا، تفتح نفسي كده على الفطار صراحةً. فأنا طبعًا حسّيت إن أنا إيه، أنا حطيت له 3 فلقيت بقى المكان ده فاضي، قُلت أحط له كمان واحدة، يعني أكلها رجع بيها يعطاها لحد فبراحته يعني. خلاص، فعايزة أقول لكم يا بنات الlunch box النهارده يعني محمد اللي طالب كده، فهو كان عايز يعني mini بيتزا، فطبعًا حضّرتهم في البيت. وكمان القرص الفلاحي قُلت أعمل كده شوية نفطر بيهم يعني. فبكده يكون بقى حضّرت يا بنات الفطار وكمان الlunch box بتاع محمد. هاروح بقى على طول كده أجهّز له بقى الشنطة بتاعته، وكمان ألبّسه ونقعد نفطر. وكمان هننزل بقى نودّي محمد المدرسة ونرجع تاني نقضّي مع بعض اليوم، نشوف هنعمل إيه في بقية اليوم. فطبعًا لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش بقى تحط اللايك وتشتركي معايا لو لسه مش مشتركة، وطبعًا تكوني أخت من إخواتي. وباحب طبعًا أشكر كل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، كلّكم على راسي من فوق، بجد كلّكم منورين حياتي ما تحرمش منكم أبدًا. إحنا طبعًا كنا فطرنا يا بنات وخلاص وجهّزت محمد، وما شاء الله زي ما أنتم شايفين الشنطة أكبر منه. ف
مش عايزة أقول لكم والله العظيم اليوم ده بجد يعني بيبقى صعب علينا كلنا، أول يوم مدرسة بيبقى صعب على الأمهات كلها. مش عارفة ليه، باحس كده اللي هو يعني إيه، مع إن هو ساعتين وهيرجع، بس مش عارفة هو ليه الطبع ده فينا. يعني أنا على طول باقول اللي عندها أولى ابتدائي بجد بتقعد كده أسبوع في نكد ومقريفة، والدنيا كلها مش مضبّطة ومش يعني مش تمام، مش مضبّطة معاها خالص. هنا بقى رُحت بقى نزّلت محمد ودّيته المدرسة يعني، وقفت طبعًا لمّا ندهوا بقى الأسامي ورجعت بقى تاني هنا. بس صراحةً أنا طول الليل يعني عايزة أقول لكم يعني عضمي ده كإن فيه مناشير قسمًا بالله، ما نمتش طول الليل من زعل على محمد، يعني زعلانة قلقانة كده يعني، وكمان كان عضمه واجعني جدًا، فجِبت بقى اللي هو إيه، حقن الدوكلوفين كده وأنا راجعة. فقُلت يعني اللي هو إيه، هتسكِّن الوجع شوية وكمان عشان خاطر أقدر أقوم أقف على رجلي وأكمّل يومي يعني وكده. فصراحةً قعدت كده ارتحت حوالي كده تِلت ساعة، وقُلت أمّا أقوم بقى على طول أشوف بقى اللي ورايا وأخلّص كده الشقة، وكمان أعمل كده لقمة للغدا، والمهم إن أنا أقدر أكمّل يومي يعني. فدخلت هنا على المطبخ يا بنات، قُلت أعمل لي كده كو فنجان قهوة عشان خاطر برضه كده إيه، يفوّقني شوية عشان خاطر عايزة أنجز. فالمهم الشقة برّه صراحةً ما كانش فيها تفاصيل كتير، اللي هو ففنّشتها مع نفسي، يعني اللي هو نفّضت كده الفرش بتاع السراير لإن هو نضيف، فما لقيتش تفاصيل كتير برّه، وكمان ما كانش عندي غسيل ولا أي حاجة الحمد لله يعني. ف عملت لي كده يا بنات كوباية فنجان قهوة فرنساوي، هابدأ كده إيه، أقعد كده أشربها واستجم شوية وندخل بقى على طول نشوف هنعمل إيه مع بعض. شايفين ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة كده عظمة حاجة كده تفوّقِك من ريحتها، مش ضروري إن إحنا نشربها خالص يعني. بس كده هنشرب كده القهوة بتاعتنا ونرجع برضه مع بعض نشوف هنعمل إيه. قعدت يعني شربتها كده وقعدت استجميت شوية وبعدين قُلت نحضّر الفطار مع بعض يا بنات. فطبعًا قبل ما أنزل أودّي محمد المدرسة كنت مطلّعة كده فراخ من التلاجة من الفريزر، حطيتها كده في مَيّة لحد ما فكِّت وغسلتها كويس جدًا، جدًا، ونقعتها كمان بمعلقة سكر ومعلقة ملح. المحلول ده حلو جدًا يا بنات بيشيل كده أي زفارة أو أي مزلقة كده من الفراخ بتكون معاكِ زي الفل. وكمان شطفتها كويس وحطيتها في الإيه، في المصفى كده عشان برضه تصفّي أي حاجة فيها. المهم جِبت هنا كده 3 بصلات متوسطين أو يعني تحت المتوسطين كمان. عايزة أقول لكم إن البصل بقى ب35 جنيه، فربنا والله العظيم يعيننا على الغلا اللي إحنا فيه ده. فعندي كده 3 بصلات يا بنات هاقشّرهم، وكمان عندي كده كام فص توم برضه كده يعني هاقشّرهم، وبطاطسايتين بقى هاقشّر كل الكلام ده عشان هنعمل النهارده مع بعض غدوة حلوة أوي ولطيفة كده وحلوة وخفيفة وما بتاخدش كمان وقت معاكِ. هنعمل فراخ بطريقة جميلة جدًا هتعجبكم أوي، أوي. هنعمل صينية فراخ بالبطاطس بس حاجة كده عظمة وكمان منجزة وما بتوقّفكيش كتير في المطبخ، واللي هو إيه، أي حد كده يعني عايز يلخّص في الأمور برضه بس يطلع بحاجة تكون مرضية وحاجة كده تكون عظمة وطعمها حلو، فصينية الفراخ دي هتنفعه جدًا. هنا غسلت بقى الخضار اللي أنا اللي أنا قشّرته كلّه يا بنات، وكمان عندي كده 4 حبّايات من الطماطم. جِبت هنا الكَبّة على طول ونزلت على طول بال5 فصوص توم اللي أنا قشّرتهم، وكمان 4 حبّات كده من الطماطم بصلتين. يعني أنا حسّيت إن البصل هيبقى كتير هنا يعني في الخلطة، فسِبت واحدة صحيحة يعني قسمتها على كده على نُصّين وسِبتها على جنب يعني. وكمان عندي كده قرنين فلفل هاقطّعهم برضه، كل ده في قلب الكبة وهنفرمه بُصّوا يعني فرم كده ناعم، ناعم جدًا. عشان خاطر أنا عايزة كل المَيّة اللي في الخضار كلّها تطلع وهي بتتعصر كده في الكبة. لإن أنا ساعات باعمل صينية بطاطس بالفراخ بس اللي هو إيه، باكون عاتية كده فارمة الخضار ده بس تكون إيه، يعني لسه بخيره شوية. لأ النهارده أنا عايزة أفرمه فرم تمامًا يا بنات. وكمان حضّرت بقى كل حاجة كده جنبي وقطّعت كمان حبّايتين بطاطس، قطّعتهم كده على مكعبات وكل حاجة جاهزة معايا عشان تكون إيه، كل حاجة كده في السريع البريع وما نقفش برضه كتير وكده. جبت بقى الصينية دي كده يا بنات، وكمان هاحط بقى كل الخليط اللي في الكبة ده هانزّله كده في الصينية، وبعدين هابدأ بقى أتبّل الخلطة دي يا بنات، أضبّط كده التتبيلة بتاعتها. هاحط معلقة ملح كبيرة عشان برضه تكون الفراخ عندي كده إيه، طعمها كده متضبّط ومتملّح وتكون ملحها مضبوط يعني. فهاحط على الخلطة دي معلقة ملح كبيرة، وكمان هاحط فلفل أسود، وهاحط بهارات مشكّلة، وكمان كمون، وهاحط زعتر، وهاحط بهارات فراخ مشوية، وكمان شوية من بهارات الكبسة. كل الحاجات دي نُص معلقة إلا الفلفل الأسود معلقة كاملة، بس اللي هو إيه، معلقة صغيرة برضه مش معلقة كبيرة يعني.
بس وامسك بقى الايه التتبيله دي كلها ادعكها كده دعكه محترمه. وعايزه اقول لك لو مفيش عندك بهارات كبسه فمفيش مشكله. بس عايزه اقول لكم يا بنات انا بهارات الكبسه بجد ما عدتش بقدر استغنى عنها في اي اكل بعمله او اي لحوم يعني بعملها بتكون طعمها حلو قوي وكمان بتظبط معاكي طعم الشوربه بتكون طعمها حلو قوي ايا كان لبط فراخ لحمه اي حاجه انت بتطبخيها فبتديلك تيست وطعم حلو قوي في الاكل. فالمهم يا بنات عايزه اقول لكم كمان الخلطه دي ممكن تحطي اي بهارات انت حباها يعني ممكن تحطي بس البهارات البلدي بتاعتنا اللي هي فلفل اسود وكمون وبهارات مشكله وتظبطي الملح فهتكون معاكي زي الفل. ولكن عايزه اقول لك سنه الزعتر اللي انت بتحطيها في صينيه الفراخ بتدي معاكي طعم حلو قوي. هي بس ربع معلقه او نص معلقه صغيره فبتظبط معاكي التست بتاع الفراخ. خاصه في صينيه البطاطس بالفراخ بتكون جميله قوي اللي هو الزعتر وخاصه الزعتر المحوج. خلاص. جبت بقى القطع الفراخ بتاعتي اللي انا يعني مظبطاها ونزلتها في التتبيله على طول يا بنات وابدا ان انا ايه اتبلها كده من فوق لتحت ومن تحت وفوق وهظبط الدنيا عندي. اهم حاجه كل قطع الفراخ تكون شاربه عندك من التتبيله وكمان هنزل بقطع البطاطس. هبدا برضو ان انا كده اتبلها واسيب بقى ايه البطاطس تكون قطع البطاطس تكون تحت وكمان قطع الفراخ تكون من فوق كده يا بنات. وهبدا ان انا ايه كده اظبطها ادخل يعني احطها على طول بقى كده ايه اغطيها واحطها على البوتاجاز. شايفين شكلها كده تفتح النفس ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى لما اتطبخت وكانت ريحتها ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك يعني كان طعمها تحفه. هنا حطيتها هنا يا بنات كده على البوتاجاز على نار هاديه. وابدا ان انا بس كده ايه احط عليها يعني حوالي ربع كوبايه ميه ما تكترش ميه عن كده لان كده كده الخضار عندك هينزل ميته والدنيا هتكون عندك تمام فكفايه يعني ايه ربع كوبايه. وكمان نزلت كده بكام ورقه لورا وغطيت عليها كده يا بنات وهسيبها لحد ما تستوي وبعدين هندخلها مع بعض الفرن دلوقتي. هنا حضرت كده ايه شويه رز بشعريه جنب الفراخ يعني. بس عايزه اقول لكم انا بعمل الاكل على قد اليوم عشان مش عايزه اهدر في الاكل يعني وكده لان عندي الولاد ما بياكلوش اكل بيت قد كده ولا انا كمان بحبه فحرام ان احنا في الغلا ده او هو عامه التبذر حرام يا بنات يعني. فاللي هو ايه بعمل الاكل على قدنا عشان خاطر مفيش حاجه تتهدر يعني في الفاضي وكده. فانا بقى ايه حمرت بقى شويه شعريه ونزلت بقى بالرز اللي انا كنت ايه غسلاه ومحضره كده جنبي وظبطت الدنيا. وكمان نزلت بقى ايه بالرز ده كده شوحته تشويحه حلوه. عايزه لكم الرز بالشوح في الشعريه بيكون طعمه حلو قوي يا بنات بيكون جميل قوي. ظبطت الملح ونزلنا بالميه وهنغطي والدنيا بقت عندنا تمام. وتعالوا بقى على طول مع بعض كده نسمع صوت السيمفونيه الجميله دي. وهنا يا بنات طبعا كانت استوت ودخلتها الفرن كده خدت وش او اتحمرت كده من فوق. ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا اللهم بارك ما شاء الله كان طعمها وريحتها بصراحة كانت جميلة جدا. فجربوا صينيه الفراخ بالبطاطس بالطريقه دي بجد ما شاء الله هتعجبكم. وكمان عايزه لكم يا بنات الفراخ بالذات يعني او خاصه الفراخ بتكون عايزه تغيير في طبخها يعني او في اكلها يعني مش دايما تاكليها مشويه مش دايما مسلوقه. فالتغيير صدقوني مطلوب خاصه في اي حاجه يعني وخاصه في الفراخ تكون طعمها حلو قوي بالطريقه دي. هنا طبعا يا بنات كنت خلاص شطبت بقى المطبخ كنا اتغدينا وشطبت المطبخ زي ما انتم شايفين. وكمان شويه المواعين دول بقى هيتصفوا ولما تصفوا كده هحط كل حاجه مكانها. ما شاء الله اللهم بارك. هي دي بجد النهايات السعيده تحس كده ان في باور في طاقه ايجابيه. فربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا بنات. طبعا ده كان يوم البسيط وده كان فيديو النهارده وده كان روتين اول يوم مدرسه ده روتين صباح يعني الاول يوم مدرسه. فاتمنى طبعا يكون فيديو النهارده عجبكم. اشوفكم على خير في رعايه الله مع الف سلامه.